ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا الكشاف الصغير ده لا غنى عنه في اي بيت. الكشاف ده بقاله فتره مركون عندي مش شغال، فقررنا النهارده ان احنا نصلحه سوا مع بعض. نسمي الله كده ونبدأ ونشوف ايه المشكله اللي فيه. هو مفيش اي حاجه خالص، مش بيستجيب ولا للشاحن ولا لاي حاجه، مفيش اي حاجه خالص. واضح كده ان بتاعت المسامير دي، قاعدة المسامير دي مكسورة من هنا ومن هنا. ده رقم واحد. كده البطارية تمام. في سلك مفصول اهو، لو حضرتك شايف في سلك مفصول. نشوف المسار بتاعه فين. غالبا المسار بتاعه هنا. هنلحمه بقزير كده ونشوف. زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش صعب. انت مجرد ما هتفتح الحاجة هتلاقي العطل قدامك على طول يعني. بدل ما هو مركون، احنا نستفيد بيه. ايه المشكلة؟ بس انا خلصت. هنشوف بقى هيشتغل معانا ولا ايه. برضه ما اشتغلش معانا. طبعا المفروض يبقى معايا افوميتر عشان بس اقيس البطارية والكلام ده كله، بس للأسف مش متوفر معايا. بس هو بنسبة كبيرة هيكون في مشكلة في البطارية، فهنجرب بطارية تانية كده ونشوف. طبعا وانت بتفك بتشوف انه الموجب وانه السالب. ده السالب وده الموجب. ده السالب وده الموجب. انا ليه متأكد ان في مشكلة في البطارية؟ لانه بقاله فترة مركون، فغالبا البطارية ايه، باظت يعني. انا عندي بطارية دي، البطارية اللي هي الليثيوم. نشوف ممكن مكانها كويس برضو هتشتغل. ده الموجب معايا اهو. نقول بسم الله كده. انا بحاول بس ان انا ايه، اوري لحضرتك طريقة اللحام ازاي، والموضوع بسيط جدا، مش صعب ولا اي حاجة. طبعا انا بقى ليه بلحم؟ عشان انا ما عنديش برناطة كهرباء. طبعا البرناطة بتوفر على حضرتك كتير جدا. بس زي ما احنا متفقين احنا هواة يعني، مش بنستخدمها كل يوم يعني. لو استخدمناها مرة او اتنين ف... فالموضوع مش هيكون يعني فيه مشكلة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل سهولة صلحنا الكشاف في أقل من دقيقتين. وانت برضه حضرتك لو عندك كشاف قديم ممكن تصلحه بالطريقة اللي انا وريتها لحضرتك دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير ومتابعة، وتدعي الوالد بالرحمة والمغفرة. شكرا.